حبايب انجي في كل مكان جوه مصر وبره مصر، بحبكم في الله. متابعين اللي عندي على القناة، اشكر دعمكم ليا وثقتكم في الله وفيا. دلوقتي اكتشفتوا حاجة مهمة جدا، ان انا مش محسوبة على حد، وقلتها 1000 مرة. بالنسبة ليا لقناتي أنا بقولها 1000 مرة، اللي عايز يخليني أروح لشخصية ما ماشي عشان أطبل لها، مش هتلاقي الحتة دي عندي خالص. أنا قناتي مطلعاها لحاجة واحدة، الكلمة الحق تتقال على حساب بقى أي حد كان. انا طلع قناتي ديت للدفاع عن المظلومين، لكلمة الحق والدفاع عن الحق وليس الباطل. يعني ايه؟ يعني اللي طالعين كانوا يقولوا لي ماشي انت تحولت على مغتربة كم مرة طلعت وطلعت في قناتها وشكرت فيا. واحدة غيري بقى معلش في الكلمة تشكرها فيا، اروح مطبلة لها وزيادة في التطبيل، واروح قاعدة معاها زي ما انتوا بتعملوا يا قنوات التطبيل، وما اشوفش عيوبها خالص. لا، انا مش فاتحة للقناة كده، انا فاتحه للقناه عشان تبقى عندي مصداقيه عند كل متابع يتابعني، او اي حد يخش وعايز يعرف الحياه فين يقول لك لا هلاقيها عند انجي. ده الهدف اللي انا عامله منه القناه. فبالنسبه بقى للناس اللي غاويه تطبيل وعملوا وبيهاجموني وقنوات طالعه بعينها تحاد عليا، وخصوصا كمان لما زاد ابن الكويت، لما انا بينت حقيقته انا ولا روري ولا المحلاوي، وافشلنا المخطط اللي كان ناوي يعمله في وسط القنوات وكان داخل مصر لله الحمد. فكشفنا ايه مخططه، بدليل ان هو قال قبل كده ان اي قناة هتنقضني هخليها او هحطها عندي واحطها في دماغي واطلع عليه، زي ما عمل معايا ومع بقية القنوات، وفاتح قناة مخصوصة. القناة المخصوصة اللي طالع ماشي تقول علينا كلام او تتنمر علينا او تخليها بسخرية، ده شرف ليا انا اني موجودة عن القناة دي. ده القناة دي فخر لكل واحد محطوط فيها، لان القناة دي بتبين قد ايه الناس المحترمة رفضت تمويلاتك ورفضت دعمك، عشان ما ينفعش يجي دعم في ايه؟ في سبيل فتنة، يجي دعم بالذل، يجي دعم بالتسليط على بعض. لا، فالقناة اللي انت عاملها دي شرف ليا، وطالع تتكلم عليا وتقول في القناة بتاعتك لاقي فيا ايه؟ ما لقيتش فيا الا كل فخر. انا عندي قناة اسرار مجربات انجي دي عاملها صدقة جارية ليا، بمعنى ايه؟ كل الفيديوهات فيها دعوة إلى الله والبعد عن الجدل والشعوذة. فأنت يعني معنى كلامي ايه؟ يعني معنى كلامي ان انا صادقة من زمان في كل كلمة بقولها، ومع الله من زمان في كل كلمة اقولها، وانا عندي نفس لوامة سبحان الله، بخاف الله. يوم ما بطلع على حد، يعني يوم ما طلعت على عبير بتاعت اسبانيا واكتشفت الحقيقة، ضميري انبني، قلت لا، الست ديت عملت لها فيديو مخصوص وبينت انها قد ايه مغتربة، افترت عليها ولبستها تهمة، وبينت الحقيقة بتاعتها. يعني ايه؟ يعني انا ولا فارق معايا مين يدعمني ومين ما يدعمنيش، المشاهدات اللي تيجي من ناس مقدرة كلمة الحق اللي بقولها. بتهاجم وايه يعني بتهاجم؟ ما اللي بكلمة الحق دي بتهاجم ناس او ناس كتير ما بتحبهاش، بس فخر ليا ان انا الحمد لله على قناتي اسرار مجربات انجي اللي بياخدوها، اللي انا بدعو ربنا فيها واخدينها انها تنمر او حاجه زي كده، وماله. اديني بقى قناه اللي هي فضفضه مع انجي تثبت اللي انا صادقه وفاتحه القناه ديت، ما غيرتش مبادئي، وهي ان الله رقم 1 عندي واي شيء رقم 2. طيب انت بقى يا انجي عايزه تقولي ايه؟ عايزه اقول ان هو لما يصعب على الواحد قوي، لما تيجي من ناس تعتقد انهم كويسين او قريبين، وتلاقي الناس دي هي اللي بتبيع فيكي وبتشتري فيكي وتتحد مع ناس تانية عشان تسكتك وتخرسك. بس الحمد لله ربنا موجود وبيبين الحقائق كلها. طيب هتتكلمي على ايه؟ هتكلم على المؤامرة اللي حصلت بالصوت والصورة. انتوا عارفين ما بطلعش اقول كلمة ابدا كده، بالصوت والصورة
اتفاق على ايه شو مع مين؟ مع ام عمرو مع ابن الكويت على اسكاتي واخراسي، اسكاتي واخراسي، ما جيبش اي سلم ليه خالص نهائي. والكلام ده اكيد ومؤكد وهتسمعوه بصوته وبالصوره، لان الست هانم كانت طالعه تطبل ليه وطالعه بتدعمه، ولما معلش في الكلمه بقى مستنيه بقى الدعم بتاعه، فطلب منها طلبات وبالاتفاق مع، طبعا انتوا شايفين ام عمرو طالعه بسات عليا، مش انا لوحدي، انا وكل اللي يهاجم مين؟ عبد الله، لان دول جيش عبد الله اللي كان ناوي يطلعهم على القنوات، خفوا بقوا 3-4 لانه كان عامل خطه وقلتها قبل كده وهقولها بعد كده. طيب في الاثنين الثلاثه اتفقوا ان هم يخرسوني. طب نشوف بقى ازاي الست شو كانت ماشي بالدعم او بتطلب الدعم او متفقه مع عبد الله على الدعم ماشي ومع ام عمرو، وازاي كانت طالعه عليا والمحلاوي كشفها كمان، كله في سبيل القرش، وهي اللي بعظمه لسانها قالت انا ماليش اصحاب على اليوتيوب، المصلحه هي اللي تحكم. نسمع الاول وهي طالعه على منصة بودة وهي بتدافع عنه، رغم ان المنصة دي كان طالع بالشبشب وبيتنمر على ميادة وجوزها سامح، وكان بيتنمر على ناس كتير، ورجيت انه شايفة التنمر وشايفة الشتيمة وشايفة انه طالع بالشبشب يشتم القنوات، وطلع عادي بتدافع عنه عادي، وكلنا عارفين حتى نفسها الناس في البث قال لها انت طالعه تطبلي. طبعا نسمع بقى ونشوف الكلام. السلام عليكم. ايوه تفضلي. ازيك يا عبد الله؟ اهلا يا اختي. نورين يا جماعه كلكم. انا عايزه اسالك سؤال. خلينا قوميه مصر مدى مصر، من جاب طاري مصر؟ تمام. ممكن اسالك شنو المسخره هذه؟ وين قاعدين حنا وين؟ بصوا يا جماعة، مصر تمثل نفسها، اللي عايز يطلع يتكلم عن نفسه، محدش يطلع يتكلم باسم البلد، دي أول حاجة. أنا عايز أسألك سؤال يا عبد الله. اتفضل. مع احترامي ليك، وطبعا كل اللي أنت عملته في ميزان حسناتك، وربنا يعني يديك أزيد من اللي أنت بتعمله، بس أنت ليه؟ لا اسمعيني، أنا هذه هدايا، أنا كنت أسوي هدايا، كنت أنا أستلطف الشخصية اللي عندي، أحب أسعدها وأشوفها مبسوطة. بس انا الحين على اليوتيوب انا ماسك محتوى معين، شنو المشكلة؟ شنو الجريمة؟ مفيش جريمة ومفيش مشكلة، بس انت دلوقتي تعرضت لشتايم، ووالدتك الله يرحمها تعرضت للعنصرية بعد. ما في ناس من اللي انت بتساعدها دي اللي انا فهمته، يعني الناس دي بقت ضدك وبقت تطلع عليك، يعني ما في ناس ما بيتمرش فيها اهو. الحين لما انا وقفت دعم عن القنوات كله شتايم فيني، تحي على دمك، ما تدخلي يا ثاني مرة. انا اتكلم في الموضوع بتاعك يا عبد الله، اسمح لي بكره ان شاء الله. وبعدين انا على الاقل هم يقولون تنمر. التجاهل احسن حاجه يا عبد الله في الوضع اللي انت فيه، او لا الوضع اللي انا فيه اني واقف رجال اواجه الجن الازرق، ما حد له شيء عندي ولا حد كسر عيني بشيء، وكسر راسه بعد، اي حد يجيني اكسر راس امه بعد. ما هو ده اللي احنا بنقوله لك، واجه وخد حقك بطريقتك، بس بالتجاهل فن، لان في ناس ما بيشتمهم بيسيبوا. ما ينفع معهم تجاهل، ما ينفع معهم تجاهل، ياكلوني. ما انا بص يا عبد الله، اسمح لي اتكلم في موضوعك بكره ان شاء الله عندي في القناه. انا هتصل بام عمرو دلوقتي لان انا موضوعك والله مش فاهماه. شنو اسم قناتك يا اختي؟ انا اليوتيوبر دودو شو، ومعظم الناس عندك عارفين. فانا دودو شو انا هتكلم في موضوعك باذن الله. بس خليني اجيب قلم، خليني اكتب دودو شو عشان ما انسى، عشان اشترك بقناتك واشوف شنو اللي تكتبين عني او شنو تنزلين عني. ام عمرو طبعا انت سامعاني يا ام عمرو، بالله عليكي بعد اللايف ده تكلميني ضروري. طبعا بيقول لها ايه، استني ما اجيب ورقه وقلم عشان اكتب قناتك، عشان ادخل واشوفك هتقولي ايه وتتكلمي تقولي ايه. طبعا عشان هتطبل له حلو هيدعمها، ورغم ان البث اللي طلع فيه ده كان مين هو متنمر وطلع بالشبشب على مين؟ على ميادة وعلى غيرها وعلى غيرها، وعمال يشتم في القنوات اللي رفضت انها تطبله.
ولا قالت له خد حقك بالطريقة اللي تريحك. ماشي. طيب لما نقول حاجة زي كده راحت قالت ايه؟ يا ام عمرو تعالي عشان تكلميني بعد ايه البث عشان نحط الخطة سوا ونشوف الناس بقى اللي طالعة على مين، على عبد الله وبتهاجمه نقف لها. وده اللي حصل معايا وحصل مع غيري وحصل مع المحلاوي لما طلعت فيديوهين عليا، بس عليا بعد ده على طول، بعد البث شافت شغلها على طول بالصوت والصورة والأدلة. طبعا أنا كشفتها والمحلاوي كشفها، يعني معلش عيب. بعد اللايف ده تكلميني ضروري عشان انا ما اقدرش اطلع اتكلم في حاجه مش فاهماها من الالف. لما انا اعيد هذا اخذ اسمه تمام. ماشي يا عبد الله. ربي اهلا طنط ام فياض، الله يسلمك، منوره. عموما ربنا كلمه اخيره يا اختي. اتفضل. انا يا اختي الفاضله، انا الحين باليوتيوب صح؟ انا الحين بمصر ولا باليوتيوب؟ لا انت باليوتيوب. اليوتيوب مش الدول كلها ولا بس مصر؟ منصة عامة لكل الدول. طيب ليش كل ما عملت حاجة قالوا لي مصر ومصر؟ لا ما حدش ما يتكلمش، ما حدش يتكلم باسمه. لا حد. ربنا يقويك وربنا يبعد عنك اي شر. ربنا يقويك ويكتب لك الخير. ربنا يقويك. هيقويه على ايه؟ يقويه يشتم القنوات ويهزق في القنوات. وطبعا احنا قلنا وشرحنا كتير عشان ما طولش، انا الفيديوهات عندي شرحة فيها كل حاجة. طب نكمل بس عشان تعرفوا الناس اللي بتخش بيع ضميرها وبيع كل حاجة في سبيل القرش وخلاص. مش مهم ده بيقدم ايه، مش مهم البني ادم ده غلط في مين، مش مهم البني ادم ده بيعمل ايه، المهم مصلحتي وبس. انا هعمل لك فيديو مخصوص، فيديو يعجبك بكرة يا مين يا عبد الله وشوفه وقول لها هاخد اسمك واشوفك عشان هشوفك هتقولي عليا ايه. طبعا هتطبلي له ونزل الفيديو فعلا. بس قبل ما نخلص ده ونكمل وخليكم تابعوني للاخر لان في كلام مهم قوي، كلام غريب بس حقيقة. هنعمل ايه؟ ما الوجوه بتسقط وبتنكشف. دعم للقنوات. يا جماعة بالله عليكم، يا جماعة بالله عليكم، مفيش داعي ندخل الام والاب وقلة الادب اللي بتحصل دي، وكل واحد عشان يضغط على صاحب قناة يشتم امه ويشتم ابوه. معلش لسه اعطيت 10,000 وتقول عيب لمين؟ للقنوات اللي بتطلع. وخلي بالكم في معلومة مهمة جدا، اللي طلعت القنوات دي ما شتمتوش لا بأب ولا بأم، ده طلعت ايه؟ اسم ابوه او اسم امه اللي هم عرفوا مكانه، لانه كان طبعا كلهم مش عارفين مكانه فين. قالوا له لا احنا وصلنا اهو، يعني تأدب وبلاش تطلع علينا وتطلع ايه لانه طبعا غلط فيهم جامد وقال اللي انا مصوركم وقال اللي انا عندي فيديوهات اللي حارمكم وقال كلام غلط في حقهم كتير. فالقنوات دي طلعت. طب بدل ما تقولي له لا ما حدش يطلع على ابوك ولا امك، طب ما نصحتوش ليه؟ بلاش الفتنة اللي عملها في الناس، بلاش التصوير ستاتهم، ما غلطتهوش ليه؟ غلطت القنوات اللي طلعت قالت له لا اسكت يا عبد الله ما ينفعش كده، احنا مش ماشيين معاك تاني ولا مكملين معاك تاني. التطبيق حلو برضك. يوتيوب كله الدول العربية. انا لسه قلت حاجه يا كرم عشان تقول لي بتطبلي خليكي محايده. خليني محايده. طب انا بقول ما فيش داعي نكتب كرم اخبار. طبعا طلع ناس هجموها وقالوا لها انت بتطبلي لانها مهروشه العمليه اصلا، مش محتاجه فكر ولا حاجه، ما هي معروف اللي بيتعمل ده ايه، فالناس هرشاها وعارفاها. اخبار من القناه شفتوا الشورت هذا كرم. يلا حول ولا قوه الا بالله. انا قلت حاجه غلط. خليك لا تردين عليه، لا تردين على السفهاء لا تردين عليه. واذا حدثك والجاهلون قولوا سلام يا كرم. اقلعوه من القناه كامل. يلا انتفوه. يعني انت يا كرم اللي عنده مفتاح ينتف كرم هذا يقلعه. يعني هو مبسوط ان انت يا كرم انت شايف الام الميته او الاب او اي حد متوفي ان يتشتم؟ انت شايف ان دوت كده ابقى محايده اقول مش بس شتم، يستفزوني فيهم. والله انا فكرت انهم محترمين بلا تغريد، والله صدمت فيهم. وكل ما اسوي شيء انصدم بناس يطلعون الزباله. عبد الله قبل ما اخرج مفيش على اليوتيوب حاجه اسمها صداقه او صحوبيه.
مفيش على اليوتيوب يا جماعة حاجة اسمها صداقة أو صحوبية، وأنا بفضل أقول الكلمة دي في قناتي كذا مرة. مفيش اتنين يتصاحبوا على اليوتيوب، مفيش حد يحب حد لنفسه، كل واحد بتاع مصلحته، ونصدقوني. طيب أنا طيب يا أختي أنا طيب والكلام ده نفذتيه فعلا يا شو؟ كل ما فيش حاجة اسمها صحابة على اليوتيوب، وأول واحدة طلعتي عليها أنا، أول واحدة مسكتيها واتبليتي عليها أنا. ليه؟ عشان مصلحتك، عشان الكلمة اللي قلتيها بتقولها تملي ما فيش اتنين أصحاب على اليوتيوب. أول واحدة مسكت في مصلحتها تطلع عليا أنا بالافتراء. واسمعوا معايا البث للنهاية أو الفيديو للنهاية هتشوفوا الحقيقة المرة. باعت واشترت فيا عشان خاطر عبد الله وعشان خاطر هناء. طيب عبد الله مع مين؟ اللي بيدعم وبيدفع. اطلعي على قناة انجي عشان انجي دي ماشي بالاتفاق مع مين؟ مع ام عمرو كمان. وبدليل في البث بتاعها في بتاع عبد الله قالت له ايه؟ قالت لها يا ام عمرو اتكلمي معايا عشان نعرف هنعمل ايه، عشان الخطة تحطوها صح ليا. بعد البث ده طلعت عليا ببث قذر عشان خاطر ايه؟ عشان خاطر عيون بودة ودعم بودة. وهي قالت بنفسها مفيش صحابة على اليوتيوب. اول واحدة كلتني هو انا عشان يدفع عليا، عشان بهاجمه، اللي عمل قناة مخصوص حاطتني فيها، وشيء يشرفني اللي انا فيها. طيب نيجي بقى طبعا قناة مخصوص بالتبلي والافتراء. طب نيجي نكمل بقية الكلام وهسمعكم للآخر. المحلاوي وهو كشفها لأنها كانت طالعة عليه يحب حد لنفسه، كل واحد بتاع مصلحته، عشان المصلحة. ما هي المصلحة هنا دلوقتي على اليوتيوب، لو ما فيش مصلحة محدش يعرفك. فعلا نفذتي صح كلامك، انت ماشيه بالمصلحه. وانت قلتيها في البث اللي طلعتيه عليا، انا عامله القناه عشان المشاهدات وعشان استرزق منها، على سبيل اي حد إن كان تغور انجي تطلع عليها الامر جالها. اطلعي على انجي. طلعت على انجي بالاتحاد مع مين؟ مع ام عمرو، وباعتراف ام عمرو هنزل لكم دلوقتي البوست بتاعها، ولا منزله فيديو بنقد فيه بودة وبطلع اللي قاله كله. راحت داخلالي وقالت لي انا هطلع عليكي بس انا مش صايمه بعد الفطار. بعدها على طول او قبلها على طول طلعت ايه دودو، ما هي قالت لها انا بعد البث بودة اتواصلي معايا عشان نشوف هنعمل ايه في الناس بقى اللي بتطلع مين تتكلم على عبد الله. انا كنت اول ضحايا شو طلعت عليا وقبضت عليا. نشوف ليه ده كله؟ عشان بقول كلمة الحق في مين؟ في بودة، وعشان كشفت حقيقته انا ولا رورو ولا المحلاوي. دلوقتي كان جايب اجندة، الاجندة اتكشفت لولا الحمد لله بمجهودنا بينا للناس حقيقته، وبينا للناس ان الراجل ده بيسجل لستاتهم، والراجل ده طلع ما اسوأ ما فيهم. طيب ليا دور؟ الحمد لله ليا دور. انت دورك ايه؟ قبضتي عليا عشان تطلعي عليا وتتبلى عليا عشان ترضي سيدك عبد الله. من القنوات احذروني احذروني، اي شخصية زين تهاجمني ابروز الشخصية عندي واخليه مسخرة اليوتيوب. اي شخصية كانت، التخين يجيني مش عجزان، انا مش عجزان. بصوا تهديد رسمي واعلان لشو هي واقفه على المنصه بتاعته، قال لها اي شخصيه تهاجمني هحطها وبروزها واطلع عليه. سمع يا شوشو؟ قالت له صح. ادها الامر وهي على المنصه معاه. راح بقى بيوجه طبعا الكلام ليا وللمحلاوي ورورو وقناتين 3 كمان اللي طلعوا عليهم مش راضين بالوضع. قال احذروني اي شخصية زين تهاجمني ابروز الشخصية عندي واخليه مسخرة اليوتيوب. اي شخصية كانت، التخين يجيني مش عجزان، انا مش عجزان. السيارة هذه تمثل. تقول له صح اطلع عليهم وانا
كانت اول من طلعت عليا وقبضت عليا، بس ايه، رخيصة قوي قوي ومكشوفة قوي قوي، وسبحان الله محدش يجي عليا وربنا يسيبه كده، اهو اتفضح قدام العامة كلها. نكمل. تمام. حاجه ام فياض، انا يا جماعه عايزه بس اقول لكم حاجه بالله عليكم كلكم وانتوا هنا كده، كل الناس اللي انتوا بتخشوا تتفرجوا عليهم الشهر ده بالذات دون عن اي يوم انتوا بتشيلوا ذنوب، انتوا بتدوهم يعني لما تخشوا تتفرجوا على انا دودو لما تخشوا تتفرجوا على قناه عماله تسب وتشتم وتلعن في ناس تانية وانتوا قاعدين تحت مجرد فضول بس، فضول. انتوا ممكن ما تبقوش حابين صاحب القناه وقاعدين فضول بس، فانتوا ليه بتشجعوهم؟ وما يلاقي عنده عدد كبير هيستمر في اللي هو فيه. فانتوا اللي عاملين كده، انتوا المتابعين اللي عاملين كده. قنوات زي القنوات اللي بتطلع تشتم وتغلط وتسب دي ما تخشوش عندها، ما تدهمش مشاهدات، ما تدهمش قيمه. يعني بتقول لكم القنوات اللي بتشتم ما تخشوش عندها يا متابعين. امال انتي بودة ده كان بيعمل ايه؟ بيطبطب؟ ده كان طالع في البث اللي انتي فيه بالشبشب والشتيمه واوسخ واقذر الالفاظ كان بيقولها، ده حلو عليه ملبل وعليه سكر. لما تنمر على القنوات وعلى ميادة وغيرها حلو وعليه سكر. لا، بودة حلو عليه سكر لانه معاه فلوس. لا، ما نشوفش عيوبه كلها. بودة ده اللي بيتقال وبيطلع وبيشتم وبيسب الدين وبيقول اوسخ الكلام واقذر الكلام، ده تخش عنده. انما القنوات اللي تهاجمه لا، دوت ناس وحشين، ما تخشوش عنده. كده خلاص يا شو، كده خلاص يا بودة، اهي طبلت لك شو حلوة قوي بقى، دعمها بقرشين. انا ده رايي، مع اني لسه ما اعرفش الموضوع كويس، بس انا ده رايي. يساعد براحته ما يساعدش براحته. ليه بتبتزوه؟ ليه بتشتموه؟ بودة بسكر، بودة عليه عسل وسكر، محدش يعمل كده ببودة. بودة كويس. طبلي حلو. الله بكره انا هتكلم في الموضوع ده. ام عمرو لو سامعاني بعد اذنك بالله عليكي بعد اللايف تواصلي معايا ضروري. يلا السلام عليكم يا عبد الله وربنا يوفقك. سلام، ونورتيني وشرفتيني. طيب ايه اللي حصل؟ ادت الاذن لام عمرو. يا ام عمرو اتصل عليا بعد الفيديو عشان نشوف هنعمل ايه بقى، عشان نرضي مين؟ بودة. وانتوا عارفين ام عمرو من اشد الناس الجيش مين؟ بودة. وطلعت عليا وطلعت على كل القنوات اللي بتتكلم في مين وتبين حقيقة بودة. اول حاجة عملوها هما الاتنين طلعوا عليا انا. شفتي شو طلعت عليا انا، قبضت عليا اول واحدة. والدليل بعد البث ده على طول ما كملتش ماشي، خلصت كلام مع ام عمرو وراحت طلع عليا ايه بس، كله تبلي وافتراء وكلام هتسمعوه بلسانها. طيب وهنزل لكم البث اللي طلعت عليا فيه شو عشان مين؟ عشان قبضت الفلوس مقدم تطلع عليا وتبين شغلها لمين؟ شغلها ليه بودة وشغلها لام عمرو. ادينا اهو وقفت جنبيكوا اهو، طلعت على الست اللي بتطلع عليكوا. انا اول واحدة، بما انك قلتي مفيش صحابة على اليوتيوب، انت اول واحدة بعتي واشتريتي فيا. تاني يوم فيديوهين ورا بعض عليا ولمحت على المحلاوي. ده معلم، المحلاوي بصراحة معلم. هرش الليلة وراح مديها كلمتين في الجول. نسمع المحلاوي وهو بيدي درس في الأخلاق لمين؟ لشو. نسمعه سوا. لا اي كلام كده. والله يشكر الناس لا يشكر الله. بشكر اخويا فارس صاحب قناة الحكاية مع فارس، بشكر زوجته المحترمة، الناس اللي قدروا المحلاوي، الف شكر يا فارس وتسلم. ومش جديدة عليك، الرجولة ما هيش جديدة عليك، انت محترم وابن حلال وتمون على رقبتي ذات نفسها، وانت على راسي يا فارس. مجال المقطع متسجل من اللايف بتاعك، تشكر والف شكر. وزي ما بتقدر المحلاوي ليك عند المحلاوي، اللي يمشي لي خطوه امشي له بلاد، اللي يمشي لي خطوه امشي له بلاد، وانت على راسي يا فارس. تسلم يا فارس. دودو، انت عملت فيديو النهارده قد
باسم عبد الله بن الكويت عليها، وقلت في قلب الفيديو بلا معلمين بلا بتاع، كلها بتاخد والكلام ده كلته، وخبطت في الكلام. وطبعا مقصود الكلام رايح فين وجاي منين. انا الوحيد اللي معلم على المنصه ديت، وانا الوحيد اللي ما باخدش حاجه من حد. انت قصدك تحط نفسك معايا في مشكله يا دودو؟ انا مش هسمع الفيديو واعمل فيها من بنا. انت قصدك تحط نفسك معايا في مشكله؟ انت قصدك مفيش الكلام عند حد غير عند المحلاوي. الكلام مش عند حد مع ابن الاحبه ده غير عند المحلاوي. تقول لي خدت الكلام على نفسك؟ لا، ما ينفعش ادخل معاك في مشكله. طيب انت شايفه ان انت ما ينفعش تدخلي معايا في مشكله يا دودو، وانا مش هشمت حد فيك، انا مش هشمت حد فيك، بس اي حد هيقف مع عبد الله بن الكويت هيبقى خصم ليا. والكلام ده انا قلته بدل المره 100 مره، وصبرت عليك مره واتنين، ودي التالتة النهارده اهوت. طالعه بتلقحها عليا في فيديو، طالعه بتلقحها عليا في فيديو، وانا كرامه للاخوه اللي ما بيننا انا مش هغلط فيك ومش هحطك معاه في نفس الكفه المره دي. بس انا ما ينفعش اسمع الكلام عليا واعمل نفسي من بنها. لو الكام دولار اللي عبد الله هيرميهم قيمه المحلاوي اللي انت شايفاه بقى يا دودو، وعشان تبقى عارفه انا عبد الله عرض عليها فلوس مع ابن عمه، وبعت ابن عمه كلمني وعرض عليها فلوس، بس انا ما ببيعش حق، ما ببيعش قضيه، ما ببيعش حوار داير. حبيبي يا جبل منور الدنيا كلها جبل، ما ببيعش حد. انا ما بعتش الناس اللي وقفت معاها وخلعت واحد ورا واحد، واقولهم لك بالاسم: الشبح وسامح ومياد وميمو ونجار. ودخلت المشكله دي عشان مصريين بيشتموا في مصريين مقابل الدولار. دي تالت مره يا منوره، فعظمه احسن من نحته، عظمه احسن من نحته. فارس طلع اولا عندي المحلاوي ابقى ب 50 من عبد الله بن الكويت. واحد تاني كان قال لك انا اولى بالدعم اللي هيجي لي منه. المحلاوي ما بيدعمش، المحلاوي ما بيحطش دولارات. كانش خصم ليك اصلا، الناس هم اللي دخلوك فيها. لا مش الناس هم اللي دخلوني فيها يا ان منوره يا ورد جور. انا شفت ناس طالعه تشتم في ناس وبياخدوا فلوس، وناس طالعين يشتموا في ولاد منطقتهم ويتف عليهم ويرفعوا عليهم الشباشب على المنصات. انا ولا دول يلزمني ولا دول يلزمني، ولا دول يفرقوا معايا ولا دول يفرقوا معايا. مش ايه بتاع ايه، انا مش بتاعت فلوس. انا اشتغلت الساعات سلالم، اشيلك على راسي من فوق يا دودو. بس انا شايفك مدخله نفسك في حوار انت مالكيش فيه، وفي اخر المطاف هتقعي قدام المحلاوي. اظن انت عارفه المحلاوي. سيبك من المحلاوي اللي بيطلع يشتم، لا المحلاوي اللي موجود معاكي في الخاص، المحلاوي اللي بيحترمك وبيقدرك في الخاص. سيبك من اللي بيشتم وبيسب وبيشخر والكلام ده كلته. مساء الخير يا استاذ ايمن، انت راجل جدع ومجدع ومحترم وحقاني. اكرم من فضلك تعليق دودو جدع وست. على راسي يا ست الكل، على راسي. طبعا انا بقول لك اهو، يلا بلا عبد الله بلا زفت. انا كده موضوع مع عبد الله اعتبر خلاص مفيش عبد الله، انت اخويا وانت اهم منه. بس والله الكلام مش عليك، وانت على راسي يا دودو، وانت على راسي. طبعا حبت هنا ده الكلام صراحة واضح قوي. الفيديوهات اللي طلعت التلاتة وكان هرشهم المحلاوي كانت طالعة تطبل لعبد الله عشان الدعم، وهرشها المحلاوي واحنا هرشينها كلها. طبعا لازم عشان يديها قال لها اطلعي على القنوات ايه اللي بتشتم فيا. هي جت وافترت عليا انا
واتبلت عليا انا، قدرت عليا انا، لكن المحلاوي مش قادره تقدر عليه. لمحت له ورميت له كلام بس ايه، ومش عارفه تجيبها له لان هي عارفه انه راجل ومعلم، بس برضك عرف يجيب حقه. في الاخر راحت مقلده فارس. فارس عنده كرامه. فارس وهو كان في لايف دخله بودة وراح مدعمه عشان يكسر عينه ويطلع يطبل له فارس. فارس هرش الليله بتاعته، وكان في وسط البث بتاعه لما قال المحلاوي ولا بودة، قال لا بودة وراه ايه مليون علامة استفهام. لا اختار طبعا المحلاوي. طبعا هي لما لقيت نفسها مكشوفة قوي بقى واتهرشت قوي بقى واتعلم عليها مليون علامة استفهام، راحت قالت له ايه، وانا كمان هعمل زي فارس، ما يلزمنيش عبد الله. لا يلزمك عبد الله، بدليل كنت طالع عليا وعليه وعلى رورو وعلى القنوات اللي بتطلع ايه تتكلم فيه كلمتين او طالعه تبين حقيقته، لكن انتي مش عارفه تظبطيها. اللي يجي بقى في سكتك يجي، وانا كنت من ضمن الناس اللي جت ايه في سكتك، بدليل هو بودة اعترف وان شاء الله لايف وعلى المنصه معاه، قال لها القنوات اللي هتطلع وبحذرهم اللي هتجيب سيرتي هعمل لها مسخره. قالت له صح، وانا كنت من ضمن الناس ديت. ونشوف الست شو لما اتفقت مع ام عمرو في نفس التوقيت بعدها بساعتين من البث راحت عليا طلعت بس افترا عشان تقبض زي ما هرشها كده مين المحلاوي وبقيه الناس. اهي ام عمرو انا كنت منزله الفيديو فيه ببين فيه وبنقد فيه ماشي او بحلل فيه بودة لما قال انا مشغل امن الدوله عندي وعندي الوزراء وام مين ام عمرو الله كانت بتطبل له وتقول للوزير فلان كلمي يا رور الوزير بيتصل بيكي، كلم مش عارفه مين الوزير بيتصل بيكي. طبعا احنا بنستهون بامن بلدنا ولا ايه؟ وزير مين اللي يتصل وامن دوله مين اللي يتصل؟ نيجي بقى راحت بالي تعليق ايه ها بنت السخريه دي، هرد عليكي بعد الفطار اصلك مش هضيع صيامي على واحده زيي. وبالفعل راحت طالعه بس على طول قالت ما في الخمر عليا. طب هل ده شيء يزعلني؟ لا ما يزعلنيش طبعا، لان هي اصلا معروفه وهو قال القنوات اللي هتطلع عليا هطلع عليها واخليها مسخره، فده شرف ليا انهم طالعين عليا. معنى كده ان انا لا بدعم ولا باخد فلوس من حد، بس انا عندي كلمه وعندي راي لازم اقوله. ما هي دي شغلتي، دي شغلتي، مش شغلتي اطبل وادعم. يبقى ما نزعلش بقى للناس اللي بتاخد بقى دعم وبتطلع على ناس. ما انا هفرق ايه بقى يعني؟ معلش في الكلمه، فرقت ايه شو عن شابولو اللي خد دعم عشان يطلع على صدفه؟ ما انت خدت دعم برضك من بودة عشان تطلعي عليا انت وشابولو واحد. وده بايه؟ باعترافك واعتراف عبد الله واللي كشفك كمان المحلاوي عشان قرشين تبيعيني، عشان الدعم تطلعي عليا عشان بطلع على حد تاني زيك زي شابولو بالظبط. ما فرقتيش حاجه، هو خد فلوس عشان يطلع على صدفه وانت خدتي وقبضتي الثمن عشان تطلعي عليا عشان تسكتيني انا ولا المحلاوي ولا غيري. تعالوا بقى بعد ما قالت ام عمرو التعليق بتاعها وطلعت ونفذت كلامها، دودو بردك ماشي راحت طالعه بردك ببس ليله. هل بقى عشان انا بقى في يوم وليله افقد مصداقيتي عند المتابع عشان هناء ولا عشان ابن الكويت؟ لا انا مع الصح ومع المنطق والعقل، اكتر من كده لا ما تنتظروش مني. في نفس اليوم ماشي اللي طلعت عليا بس فيه او تاني يوم كاتبه ايه بقى عشان تعرفوا ان انا مش كاتبه اي حاجه خالص. توقعي ان هناك قنوات نقد جديده هتطلع تدافع عن وزير الفتنه ويدخل يدعمها ويبقى كاسر عينها وتكون منصه للدفاع عنه، يعني نفع واستنفع. هل في المنتدى ده انا ذكرت اسم اي قناه؟ هل ذكرتك يا دودو شو فيها؟ لا نهائي. طيب انا واحده شايفه ان عبد الله غلط، وانا قناه فيني وبين الناس مصداقيه وشايفه البني ادم دي بالادله والبراهين. هل انت بقى يا
دودو عايزه تطلعي تطبلي له. طب ما تطلعي تطبلي له، بتدخليني انا في الحوار ليه؟ هو انا مجبره معاكي اطلع اطبل له؟ لا، مش مجبره معاكي ان اطلع اطبل له. وكوني اني انزل توقع ليا ان هناك قنوات نقد هتطلع تطبل ليه عشان يدعمها، طب براحتك. هو انا ذكرتك؟ هو انا قلتلك انتي ولا بتكلم على القنوات عموما؟ طب انتي حبيتي تطبلي له، ماشي طبلي له. ايش دخلني انا في الحوار؟ سؤال يعني، ايش دخلني انا في الحوار؟ ولا انت عارفه ان الناس عندي بيبقى فيه مصداقيه ومصدقين كلامي، وانت لما تطلعي تدعميه وتطبلي له في الباطل يبقى ايه؟ انجي لا لازم اكسر عينها، انجي لازم اقول لها واقلب عليها الترابيزه، انت فيكي وفيكي وفيكي وبتشوهي ايه؟ صورتي. ليه؟ لانك انت عارفه ومتاكده يا دودو انت واللي معاكي اللي انا رافضه تمام الرفض ان ادافع عن واحد زي كده. عايزه تطبلي حاجه تخصك انت ما تخصنيش انا، لكن تجبريني اللي انا اطبلك واقول لك تمام اطلعي دافع عنه، مش انا. اطبلك واقول لك لا انت كويسه روحي دافع عنه، مش انا، لان انا ما خصتكش بالكلام. لكن كونه ان جه على الجرح عندك دي حاجه ترجع لك انت. طب صحه كلامي في ايه بقى؟ البث اهو عندكم كاتبيها بعنوان ايها الشراشيح قبلها بيومين في نفس وقت المنتدى بتاعي اللي انا نزلته بالليل. هي ما استحملتش، تاني يوم راحت طلعت الفجر عليا او قبل الفجر عليا بالبث عشان تلحق تنزل فيديو التمجيد بتاع عبد الله عشان الناس ما تقومش عليها. او زي ما قالت بقى هتسمعوا ايه؟ انك انت يا متنبئه يبقى انت كلامك صح اللي احنا بندعم وي وي وي. طيب اسمعوها بقى كويس. انا عامله فيديو بتكلم فيه على عبد الله ابن الكويت، هينزل بكره ان شاء الله، لان انا اتاخرت النهارده في الفيديوهات لان النت كان فيه مشكله. وانا لما اتكلمت في الموضوع ده انا بتكلم فيه بناء على ايه يا جماعه؟ قبل ما اقفل اللايف بس حابه انا اقول لكم حاجه. بتكلم فيه بناء على الناس اللي طالعه تتكلم عنه وتهاجمه، واحنا لحد دلوقتي ما مسكناش دليل عليه. طب ما تنتقدوا اللي هم من اهل بلدكم اللي بيطلعوا يسبوا اعراض الناس، اللي هم المصريين. هو شغله ده مش مصري؟ البورسعيدي ده مش مصري؟ الحلاق ده مش مصري؟ الناس اللي استلمتنا سنتين 2 كاملين. خليكم حقانيين يا جماعه، خليكم حقانيين، محدش واخد منها حاجه، ما تطلعوش تنافقوا نفسكم. الراجل بيدعي الناس وبيديهم فلوس، هو حر في فلوسه يعمل اللي يعمله. بتقولوا بقى بيعمل فتنه وبيعمل مشاكل، الفتنه ما بين الناس الطماعه ان لما منع الدعم بداوا يطلعوا يسخنوا الدنيا وزعلانين ومش راضيين. فعموما الموضوع ده اصلا عشان الواحد يتكلم فيه لازم ندرسه كويس جدا. انا اتكلمت بناء عن الحته اللي انا فاهماها، لان في واحده طالعه كانت المفروض صديقه لينا كاتبه، انا قلت لكم ان في قناه من القنوات هتطلع تدافع، وفي قناه من القنوات عشان بقى بعد كده لما احنا نطلع نتكلم لكم، مش انا قلت لكم يعني ايه عايزه تثبت لكم وتقول لكم انها بتقرا الفنجان، بتقرا الكف، انها بتطلع على الغيب. لا يا مدام انت شايفانا احنا طالعين في المنصه مع الاستاذ عبد الله فوق وقاعدين بنتكلم، او مع عبد الله فوق وقاعدين بنتكلم، فما تاخديش الحوار وتروحي تكتبيه على المنتدى وتوضحي للناس انك فاهمه وشايفه وقاريه المستقبل او الواقع من قبل ما يتعمل. فعيب عليكي، عيب عليكي، ما تسيئيش الظن بالناس، لان بجد انت مشكله. انت خليتيني اتصدمت فيكي. يعني انا كنت مصاحباكي وواخده عنك فكره وانك تدينا على قفانا كده كلنا وتدخلينا ونكتشف ان انت بتغيري مبادئك في يوم وليله. طب خلي الكلام ده لنفسك، ده انت في يوم وليله قمتي غيرتي كل مبادئك. طيب خليكم معايا، قريتوا المنتدى في ذكر ليها في حاجه؟ قريتوا المنتدى اللي انتوا لسه شايفينه دلوقتي جبت سيرتها لا من قريب ولا من بعيد؟ جايه بتقول ان كنتوا خنتينا، مش هي بس، هي تقصد بقيه القنوات التانية اللي هطلعها دلوقتي لانهم هم مجموعه مع بعض. خنتينا وضربتينا على قفانا
يعني ايه خنتينا وضربتينا على قفانا؟ يعني انت مش معانا في اللي احنا بنقول عليه. دافع عن هناء، دافع عن هناء، ماشي، دافع عن عبد الله ابن الكويت، دافع عن عبد الله ابن الكويت. انت بتقولي ان انا لسه ما درستش الموضوع ولسه عشان اكون ليه رأي. طب انت ما درستيش وانت ما عملتيش. انا ست في قناتي طالعه وعارفه بقول ايه وبتكلم ازاي، بدرس الشخصيه وبدرس الموضوع قبل ما اقوله. كون انك انت بقى عايزه تحمليني غلطتك لما تيجي تدافعي عنه وتقولي انك انت سبقتي وتوقعتي وتنبأتي بالغيب، دي اتهامات تردوها ليا يا متابعين، انها ترميني بكلام مش فيا. من امتى انا بقرا الغيب ولا بقرا الفنجان؟ خلتني بقرا الغيب وبقرا الفنجان عشان المنتدى اللي انا قلته ده اللي ما فيهوش حاجه، اللي بقول في قنوات هتطلع تطبل ليه وتدعمه. طب يا حضرتك زعلانه ليه؟ طب ما تطبلي له ولا تغني له ولا تطلعي تقولي ما فيه في الخمر. طب دي حاجه تخصك. تجبريني ليه ان اعمل زيك ولا تجبريني ليه ان انا ما اشوفش اخطاء عبد الله؟ ما كل واحد في محتواه. كون اني انا بقى زي ما بتقولي خنتكوا وبعدت عن السرب بتاعكوا لان انا مش بطبل لحد ولا محسوبه على اي قناه. لازم المتابعين يفهموا حاجه زي كده. طب انتوا كنتوا سمعتوا منها شخصيا لما بتقول ضربتينا على قفانا عشان مرضتش امجد معاها لعبد الله من الكويت، وعشان انا مسكته وقلت اللي فيه وقلت وزير الفتنه. كونك انك انت مش شايفه عيوبه براحتك، انا شايفه فيه مليون عيب وما اقدرش ابدا على ستات بلدي وما اقدرش ابدا على قنوات بلدي واحد زي كده يطلع بشبشبه عليهم ويتف عليهم ويقول لهم يا قوادين انا ماسك عليكم زلل وماسك عليكم فضايح، وكل قرش يديهم بالفضايح ويطلع ناس على ناس ويتف على بعض مصريين. طيب ايه الكلام ده كله؟ هي بتقول مش ماسكه عليه دليل، انا ماسكه عليه مليون دليل وبنزل كل فيديو عندي بالدلائل. كونك انك انت مش شايفه عيوبه عشان تطلعي تمجدي فيه دي حاجه تخصك، لكن انا شايفه ايه؟ مليون عيب وطلعت اتكلمت باسلوبي انا ووجهه نظري انا وتحليلي انا. غلطت كده يا بشوات، غلطت كده يا متابعين فيه، يرضيكوا بقى اللي طلعت عليا بيه وسميتني قارئة الفنجان وقالت عليا وافترت عليا اني بقرا الغيب وبنجم الغيب وضربتينا على قفانا عشان مش عايزه تمجدي معانا في عبد الله وغيرت مبادئك في يوم وليله. مبادئ ايه اللي غيرتها في يوم وليله؟ هو انا عشان فلان امبارح زي هناء وهي تقصد هناء بكده وهسمعكم بس بعد ما خلص كلامها عن عبد الله واللي بتقوله في حقه طلعت برضك في هناء بتقول لي انا غيرت كلامي في يوم وليله ومبادئ. ما فيش حاجة اسمها قناة نقد تغير مبادئها ناحية محتوى شخص معين. هو البني آدم صاحب المحتوى ده مش ليه أخطاء؟ هو أنا يعني إيه قناة تحليل؟ يعني النهاردة صاحب المحتوى بيطلع عليا بإيه؟ بمحتوى معين أقول النهاردة موفق أو لم يوفق. لما اشتغل بقى مطبلاتية لصاحب محتوى وما شوفش عيوبه خالص نهائي، يبقى انا لما اشوف بقى يبقى ده اسم قناة تحليل ولا اسم مطبل للشخص صاحب المحتوى حتى لو على عيوبه؟ وانا مش كده، انا مش محسوبة على حد. لما هناء طلعت وعملت اخطاء لان انا مش بطبل لها على الفاضية والمليانة، لا انا بنقد يا هناء النهارده في غلط في 1 و2 وغير موفق معاكي، لكن حضرتك مش شايفه عيوبها وهسمعكم. بس انتوا لغايه كده انا غلطانه في حاجه اهي افترت عليا، ده كله عشان ما رضيتش اطبل لعبد الله ابن الكويت هي بايه؟ بصوتها. هكمل تاني. فما تنفقيش نفسك، يعني انا ما بحبش كده، انا ما بحبش كده. ما تنفقيش نفسك وانت ما بتحبيش كده. ما نفقش نفسي على ايه؟
وانت ما تحبيش ايه؟ حبي في قناتك يا ماما، قولي في قناتك اللي انت تحبيه، انما انت ما تتصفينيش بصفة منافقة عشان رفضت ان اعمل زيكم. لا، انا مش محسوبة على حد، بقولها 1000 مرة، انتوا سرب لوحديكوا وانا سرب تاني خالص، وقلت الكلام ده 1000 مرة. ما تحطونيش معاكوا على ايه؟ على كل اللي انتوا عايزين تعملوه. لا، انا لو كنت معاكوا في سرب صدفة عشان انا بحب صدفة، لكن لما انتوا بقى تروحوا لهناء وانا في حاجات كتيرة مش عجباني في هناء اقول لك لا انا مش معاكي في السرب، هل ده نفاق؟ لا مش نفاق. هل ده اسمه بقى تطبيل اللي انتوا بتعملوه؟ انا مش بتاع التطبيل. بالنسبه لعبد الله من الكويت، لما انا طلعت من السرب بتاعك وما طبلش ليه، ده اسمه نفاق؟ لا ما اسموش نفاق، اسم ست صادقه في محتوايا، مش طالعه اطبل له عشان اخد قرشين منه، مش بتاعتي. عشان كده في مصداقيه بيني وبين المتابع. نكمل بقيه الكلام. طبعا الموضوع فيعني كل واحد حر يدي اللي يديله، وطبعا زمانك دلوقتي هتقولي ايه؟ ده طلعوا يدافعوا عنه عشان يديهم فلوس، او عشان بقى زمان انت كاتبه كده على المنتدى ايه؟ نفع واستنفع. لا يا ماما، كنت انت كده ما تفكريش ان الناس كلها زيك، او كنت انت كده فما تفكريش الناس كلها زيك. احنا عندنا قنوات بنطلع نقول راينا فيها، فانت مش هتحجري على راينا، ومش معنى ان احنا طالعين ندافع عنه واحنا اللي نشتمه يا نغلط فيه عشان ما يبقاش عايزين من الدعم. لكن لو قلنا عنه كلمه حلوه احنا عايزين من الدعم، دعم ايه يا مدعم؟ دعم ايه؟ دعم ايه يا اختي؟ حاجه اخر قله ادب، والواحد بصراحه ربنا مش عارف يقول ايه. الاول تشوفي نفسك الاول اللي نمتي وصحيتي مغيره مبادئك على حاجات واوهام من غير دلائل، من غير دلائل. اديها بتقول ايه؟ عشان انتي طالعه بتتكلمي عليه وبتنقضيه، يبقى انت مش محتاجه دعم منه. لكن لما اطلع انا بقى ادافع عنه ولا اتكلم عنه يبقى محتاجه دعم، عشان بس لما اطلع اتكلم وادافع عنه يقول ده انت هتاخدي دعم ايه منه. كل واحد حر في قناته. طب انا جبت سيرتك في ايه؟ خليكوا يا متابعين معايا واحدة داخلة كده عليا هجوم عشان كتبت منتدى قلت فيه الناس اللي هتطبل في ايام اللي جاية، ناس هتطبل عشان يدعمها. طب انت يا حبيبتي خايفة من ايه؟ ده انت لسه قايلة كل واحد حر في قناته. انت على راسك بطحة بتحسسي عليها قبل الاوان؟ يعني انت بقى عارفة انك انت اللي بتعمليه غلط، يبقى انت متأكدة انك انت هتطلعي تدافعي عن عبد الله ابن الكويت. الكل هيهاجمك، بس انا بقى ماشي حطاني في الوش وترابيزه بتقلبها عليا عشان المتابعين بتديهم من دلوقتي يلحقوا. ده انجي توقعت وقالت فيا اللي انا باخد دعم من عبد الله، ولا انا اتكلمت في حقك ولا قلت ولا عدت، واتبلتي عليا وقلتي اقاويل عليا في سبيل ده كله انها هتعمل فيديو تاني يوم تدعم عبد الله، وبتقول لي انت على قناتك انت طالعه تقولي عليه فتنه وتنقضيه وطالعه تتكلمي عليه من غير دليل. من امتى انجي بتطلع تتكلم على حد من غير دليل؟ خشوا على الفيديوهات اللي انا منزلاها ضد عبد الله، هتلاقي كلها بأدلة وبكلام مظبوط. طب ما كل حد حر في قرار. انت تجبريني ليه بقى دلوقتي يا متابعين على كلامها وعلى لسانها؟ مجبراني اللي انا اعمل اطبل له، لا اما كده لا اما اكون مرافقه قارئه فنجان قالت تاني بتنبأ بالغيب. يرضيكوا؟ انا بقى غلطت في حاجة عشان تطلع تعمل فيا ده كله وتشن عليا هجوم ده كله؟ تشن هجوم تشن هجوم بالدلائل بردك بالقنوات صحابها التانيين اللي احنا المفروض سرب بندافع عن صدفة. انا لو كنت بدافع عليها مش واخدة حاجة منها عشان مقتنعة ان دي مصدومة، زي ما كده انا بدافع او بهاجم اي قنوات تانية عشان يستحقوا ده. لكن اخرج من السرب تطلعوا عليا؟ لا ما ينفعش برسالتكم، وانتوا يا اذكياء يا متابعين هتعرفوا الكلام دوت اذا كان الكلام دوت ينفع ولا ما ينفعش.
تشويه صورتي دي تنفع ولا ما ينفعش؟ عشان اخرج من السرب بتاعهم ده يطلعوا عليا بالاهانه ديت وبالتبلي ده، ينفع ولا ما ينفعش؟ كملوا وهتلاقوا نفس الكلام اللي قالته دودو شو هو نفس الكلام اللي قالته اخبار اهرام يوتيوب، وهنزل لكم المنتدى بتاعها. والتالتة الحكايه وما فيها هقول لكم عملت ايه. اتفاق التلاتة مع بعض بنفس الكلام، يبقى ده صدفه ولا اتفاق؟ بنفس الكلام. لكن انا مختلفه معاها لانها عايزه تثبت للناس انها بتتوقع الغيب من قبل ما يحصل. يعني انا قلت لكم ان في قنوات هتطلع تدافع، يا فرحتي انت كده ذكيه جدا بصراحه. يعني بصراحه ربنا مش عارفه انت عايزه توصلي لايه، مش عارفه انت عايزه توصلي لايه. زي ما مافيا طلع قبل كده قال على حاجه فاطمه الام المثاليه وخطفت فكرتي وخدت فكرتي، وكلنا سكتنا وكتبنا برضه وما رضيناش نطلع نتكلم. انت غلطانه غلطانه. فيا ريت يعني تبقي توضحي اكتر يعني. وكمان عايزه اقول حاجه، مش اللي فيكم ما تجيبوش في الناس، يعني مش عشان انتوا كده تفكروا الناس كلها زيكم. طيب تردوا عليها تقولوا ايه بقى؟ انا نفسي افهم بقى، انا عايزه متابعيني يردوا على كلامها. ده كله عشان ايه؟ عشان المنتدى اللي نزلته اللي ما فيهوش حاجه عنها، عشان تسبق لما تنزل فيديو تقلب الترابيزه عليا عشان خرجت من السرب بتاعك. لا. طب لما قالت مافيا لما شوفوا بقى، شوفوا يعني عشان تعرفوا التبلي قد ايه وعايزه تشوه صورتي قد ايه، والمتابعين اللي سامعيني عارفين من الاول فكره الام المثاليه دي. اول ما فتحت القناه خالص بتاعتي كانت من 3-4 شهور، كان في الوقت ده مافيا كان متخانق مع صدفه، وكان متحد مع العصابه اللي ضد صدفه، وكان مع شابولو، وكان مع البورسعيدي، وكان مع الناس كلها اللي ضد صدفه. كان في قمه الهجوم كنت طالعه بهاجم بتكلم على الست حاجه فاطمه لاني بعتبرها زي امي بالظبط. في ايه؟ انها ست عفويه واتكلمت عنها كتير، وكنت منزله على يدكم كلكم هاشتاج الحاجه فاطمه الام المثاليه. الكلام دوت كان في بدايه قناتي خالص. لما جه بعد كده مافيا والكلام ده كان قدام الناس كلها، حب يرجع يمجد تاني ويصلح علاقته مع الحاجة فاطمة لان كان ساعتها العصابة قلبت عليه وحب يخرج منهم، حب قناته كانت واقفة، حب والكلام ده انا قلته كله، حب يرجع تاني الصدفة. اول ما دخل عشان يمجد بقى ويدخل كده بدخلة حلوة، راح دخل على الحاجة فاطمة وخد الهاشتاج بتاعي اللي هي بتاع مين؟ الحاجة فاطمة الام المثالية، وانا هعمل لك حفلة وانت تستاهلي، وخد دي فكرتي وكان نفس كلامي وهي شاهدة ساعتها. ورحت كاتبة ساعتها منتدى وقلت سرق فكرتي، وهم من زمان. هو ايه اللي حصل في ده كله؟ لان انا قايله في الاول كانت قناتي لسه صغيره وكانوا بيسرقوا افكاري كلها، وكانش ليا حيله ان كنت اتكلم واقول خدته وما خدتوش. وساعتها طلعت وقلت سرق الهاشتاج بتاعي، وهي كانت عامله بس ساعتها، ورجعوا للبث دوت اللي بتقول سكتنا وما رضاش نتكلم وانت غلطانه. لا، قالت هي فعلا صاحبه الهاشتاج، والناس دخلوا وقالوا هي صاحبه الهاشتاج وانت خدته. ساعتها قال انا ما كنتش اعرف. ساعتها دخلت وقلت له انت كنت تعرف، والمنتدى كان موجود عندي على القناه. دلوقتي بتقول انت غلطانه، شايفاكي بتتدلى عليا، واكبر دليل متابعيني اللي بيقولوا كلمه الحق هيقول لها يا دودو انت غلطانه لان انت فعلا صاحبه الهاشتاج. كميه التبلي ده كله ليه؟ عشان رفضت وخرجت من السرب بتاعهم اللي هو ما اقدرش ابقى زيكم. طيب مطبلاتيه في كل حاجه؟ لا، انا مش بطبل لحد، انا بمشي لان انا قناه تحليل على حسب ما اشوف رؤيتي لصاحب المحتوى. نكمل بقى بقيه الكلام. صدقوا يا جماعه ان الواحد اكتشف ان على اليوتيوب ده ناس كتير منافقه. يعني ممكن انت تثقي في حد او تحبي حد وتكتشفي بعد ما حبيتيه ووثقتي فيه تنامي تقومي تلاقيه مغير مبدأه في حاجه كده فتعرفي ان انت كنت غلط. يا نهار اسود، هو الانسان بيغير مبدأه يا جماعه في يوم وليله؟ والانسان بيقعد كده فتره على مثلا انا خدت من واحده فيكم موقف مثلا، خلاص بقى انا خدت موقف حكمت عليها انها انسانه مش كويسه وانسانه بتاعت شو، اللي يطلع يقول غير كده يبقى كداب. انا عامله القناه دي عشان ربنا يرزقني منها واقبض منها. لو قلت التليفون جوه لو قلت غير كده ابقى انا ست كدابه. اديك انت قلتي، بصي تصريح واضح وصريح
ان معقول الناس بتغير مبادئها في يوم وليله كده؟ انت محسساني يا دودو اللي انا طلعت عليكي مثلا بسبب وقذف وبفضايح، او بيني وبينك طار شخصي، دي اللي هي بتغير مبادئها في يوم وليله. لكن ما تقوليش اللي انا صاحبه قناه تحليل ابقى شايفه بنقد صاحب القناه وصاحب المحتوى. النهارده طلع قال حاجه غلط اقول له دي غلط، النهارده طلع بحاجه وحشه اقول لا وحشه، طلع بحاجه كويسه اقول كويسه. لكن انت عايزاني اطبل لصاحب المحتوى واغمى عيني عن عيوبه وتقولي في الوقت ده بغير مبادئ؟ مبادئ ايه حضرتك اللي بتتكلمي عنها؟ ده انت بعدتي خالص عن قناه النقد خالص، ده انت دخلتي في سكة التطبيل على الفاضية والمليانة بدون النظر عن عيوب الشخص ده. انت دخلتي في سكة تانية خالص. او كيدك مني قوي اللي انا خرجت عن السرب ومش موافقة على اللي انتوا بتعملوه دوت، خليتوني اللي انا محطوطة في حتة تانية خالص. وحتة انك انتوا معلش عاملة القناة عشان تسترزقي منها وعشان المشاهدات، انت عاملة القناة عشان كده طالعة معلش مش شايفة عيوب صاحب المحتوى في اي حاجة. لما هناء غيرت مبادئها وبقت واحدة تانية وبقت بتعمل اعمال مش موفقة فيها نهائي، قلتي كل حاجة سهلة وحلوة. لما عبد الله من الكويت عمل في المصريين والستات وطلع عليهم وعمل وقيت ماله، كلنا في ناس كده وفي كده وبقيتي تبرري دي الاخطاء. عشان كده انت المشاهدات عندك رقم واحد وانا بختلف معاكي في كده. انا بالنسبة ليا القناة عاملاها مشاهدات بس قبل المشاهدات لازم يبقى في ثقة بيني وبين المتابع. داخل عشان انجي عارفها انها مش تابع سرب حد ولا تابع ان انا اطبل للقناة دون النظر في عيوبها. داخل عند انجي عشان انجي لها فكر ولها عقل ولها منطق. كانت بتدافع دفاع عن المحترم وبعد ذلك بالظبط انت عرفتي احلام انا اقصد مين. برافو عليكي. فده شيء يخليني انا اقلق يا نهار اسود. ايه ده؟ في ايه؟ في ثانيه ده في فيديو هو اللي خلاني اخد موقف. طلعت بنتها قد ندى بنتي طلعتها في فيديو والكبوس والكوبلات. انت ازاي تسمحي اصلا لبنتك تطلع في قناه نقد وتسلطي كده الضوء عليها؟ حرام عليكي. دي حاجه. عايزه تقنعيني ان جوزها نقل جوزها في المطار هو اللي خلاكي اشمئزتي انت وبنتك؟ يعني بنتك اللي طالعه اللي بتتكلم بمنتهى الجرأه وناصحه جدا دي ما بتتفرجش على تيك توك؟ مستحيل. والتيك توك ألعن وأدل سبيل من اليوتيوب، واللي يقول غير كده يبقى كذاب. وديكوا بتشوفوا الحاجات البلاوي. اديكوا شفتوا اللي انا لما طلعت على هناء راحت قالت ان انا غيرت مبادئي في يوم وليله. مبادئ ايه يا حلوه انت والله؟ طب ردوا انتوا يا متابعين، في حاجه اسمها قناه نقد بغير مبادئي في يوم وليله ناحيه حد معين؟ ولا اسمي قناه تحليل لصاحب المحتوى؟ وده اللي انا قلته. وشوفوا قناتي ناحيه هناء ما كنتش بدافع عنها الا لما كانت تستحق الدفاع، وساعة ما تستحق النقد اقول لها غلطانة، لاني انا مش تطلع اطبل لحد. وانتي محللة، انتي غايبة عن عيوب هناء نهائي. اللي بيغيب عن عيوب واحد نهائي معناها بيطبله على الايه؟ على الفاضية والمليانة. اصبحتي ما قناة مش تحليل ولا قناة نقد، يبقى حطي انتي نفسك في حتة تانية تختلف عني. لما انا طلعت بنتي في فيديو ساخر لمدة دقيقتين، ليه؟ الفيديو ده خشوا شوفوه عندي القناة اسمه قبولات وأحضان مين هناء. لما انتي واحدة كبيرة زي هناء داخلة على 60 سنة كانت جاينا انها بتقول شرخ، وانتوا طبعا عارفين القصص اللي قالتها هناء مش هعيدها تاني، خشوا شوفوا الفيديوهات. ودخلت وجت في المطار قعدت تمثل بالفيديو البطيء ان هما الاتنين بيحضنوا بعض في وسط المطار. وساعتها قلنا ده ما ينفعش، عايزين تبصوا بعض تحضنوا بعض بكوبيت مش قدام العامة. وساعتها بنتي عملنا فيديو ساخر، لان في الاول وفي الاخر ده انتي منزله الكلام ده على اليوتيوب، الصغير والكبير هيشوفوا. ما احترمتيش المتلقي. كونك انتي بقى يا دودو قلتي الكلام ده عادي وماله؟ دوري على التطبيق
مش شايفة ان اللي عملته دي في حاجة غلط في القيم بتاعتنا ولا في مبادئنا، ولا عمرك شفتي اللي جت وعملته خالص في القرية عنده. انت مش شايفة اخطائها، لكن انا قناة نقد وتحليل، بشوف الحلو وبشوف الوحش، بختلف عنك نهائي. متحاملة عليا ولا مش متحاملة عليا بقى يا متابعين؟ قالت كلام في حقي غلط ليه؟ عشان مرضتش اعمل حاجتين معاها، اللي هم ايه؟ اطلع اطبل لعبد الله واطلع اطبل لهناء، وهي في اعتقادها اللي انا بغير مبادئي. مبادئ ايه؟ ده انا قناة تحليل ونقد، كل واحد حر في قناته. عايزة تحطني ليه بقى هي وبقية القنوات معاها في التطبيل لهناء والتطبيل لعبد الله؟ عشان عندي ناس بيصدقوني، والناس اللي بيصدقوني بينهم وبينهم احترام، ولازم اعمل احترام للمتابع اللي بيخش لي قناتي عشان داخل يصدقني. اظن لغاية كده كل حاجة بانت قدامكم، وشفتوا ازاي اتبعت واتقبض عليا عشان اتكلمت في مين؟ على بودة. طيب انتوا شوفوا الست شو وهي في فيديوهاتها لما ناحية تيجي شوية ناحية ماشي مغتربة، لما تيجي تلاقي ايه المتابعين قال له تروح ايه مهاجمة، شوية تطبل لها وشوية تهاجمها في نفس الفيديو. كذلك بردك بودة لما الناس هاجمتها ابتدت تلين شوية ناحية تطبل له شوية وشوية تطلع عليه بدون مبادئ. انا عرضت لكم وشفتوا اللي حصل، اتبعت واتقبض عليا من مين؟ من اللي كانت بعتقد انها صاحبة موجودة على القنوات، وباعترافها هي قالت انا ماليش اصحاب. طيب دي عشان المصلحة تحكم، ده باعترافها في اول اللايف. بينت لكم الحقيقة، واللي وصل لهنا يعمل لي لايك، وعادة في كل فيديو اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا، واعمل لآخرتك كأنك تموت غدا. كلنا جنازات ماشية على الأرض، أنتم السابقون ونحن اللاحقون. أستودعكم الله.